سلام البنات. اليوم ان شاء الله غادي نخيط واحد الموديل ديال الشوميز اللي كتجي زوينه بزاف، كتكون اوفر سايز بثوب قطيفه. هذا هو الموديل اللي كتشوفوه. حاولت نزيد ليه العقيق في الكمام. مهم هاد العقيق ما بقيناش كنشوفوه بزاف، كنشوفوه في البلدي، ولكن في هكا شي حاجه روميه ما كنشوفوش. انا زدته في الكمام، وكذلك غادا نزيدو في الكول. اختاريت هاد الالوان بالضبط ديال العقيق، حيت هما اللي عندي في اللون ديال الفولار اللي غادا نلبس معاها. العقيق كيبقى اختياري، تقدر ما تزيدوش لها كاع العقيق وغادي يكون الشكل ديالها زوين. هنا حاولت نشارك معكم مقتطفات ديال الخياطه باش تعرفوا على الشكل كامل ديال الشوميز والمراحل اللي مرت منها، ولكن راه غادا نشارك معكم بالتفصيل. الفيديو مازال طويل، غنشارك معكم جميع المراحل ديال الخياطه وكذلك ديال الفصاله. على العموم كيكون هو راه كيجي موديل زوين، فاش كيتلبس تيبان كتر. على بركة الله نبداو. هنا اول حاجه كنطوي الثوب على ربعة، على ربعة، والجهه الاماميه غادا تكون محلوله حيت غادي يكون فيها صديف. انا خليت فيها 5 سنتيم. بالنسبه لدوره العنق 8 سنتيم، هذه معروفه 8 سنتيم، وكنزل ب2 سنتيم. بالنسبه للكتاف غادي يكونوا طايحين، يعني الشوميز غادي تكون اوفر سايز. نزلت ب23 سنتيم، يمكن يكون اقل ولا يكون كسر على حساب واش بغيتو يكونوا هابطين بزاف ولا. ونزلت ب5 سنتيم باش نميل الكتاف. صافي، ومن بعد كنرسم خط بهذا الشكل. وبالنسبه للتركيز درت 24 سنتيم. بالنسبه للطول الامام 33 سنتيم. بالنسبه للطول ديال الشوميز غادي يكون 105 سنتيم. صافي، ومن بعد كنرسمو خط بهذا الشكل. صافي، من بعد فسالينا وحطينا كاع القياسات ديالنا كنقطعو. هنا طلعت بالنسبه للاسفل كنطلعو ب1.5 باش ما يجيوناش الجناب طايحين. بالنسبه لدورة العنق للامام 10 سنتيم، وغادي يكون عندي الكول. صافي، ودابا غادي نفصلو الكمام. الكمام تيكون ثوب مطوي على ربعة. هنا كنزلو ب5 سنتيم. صافي، وكنرسمو خط بهذا الشكل. كناخد الطول ديال الكمام والعرض ديال الكمام كذلك. ومن بعد غادا نزيد واحد الباندا في الكمام. العرض ديالها غادي يكون 10 سنتيم. 10 سنتيم، وكنطووها. فاش كنطووها كتولي عندنا غير 5 سنتيم، يعني العرض تاع الباندا هو 5 سنتيم فاش كيطوى. ودابا جات مرحله ديال الخياطه. بصراحه هذه احسن مرحله كتعجبني الخياطه اكثر من الفصاله، خصوصا فاش كتبدا كتجمع
البياسة وكتبدا يبان الشكل النهائي ديالها. صراحة كتعجبني هاد المرحلة بزاف. اول حاجة دائما كنبداو بها هي كنخيطو الكتاف، هما الاولين كنلاقيوهم. من بعد فاش لقيت الكتاف غادا ندوز نخيط الكمام. دائما كندير علامة في المنتصف ديال الكم وكنحط على الخياطة وكنبدا الخياطة جهة، كنخيط الكم جهة بجهة. دابا خيط الكمام. من بعد فاش خيط الكمام كنجي كناخد القياسات ديال الكول ديالي. كنعلم المنتصف ديال الخلف، حيت القياسات ديال الكول غنحتاجو غير المنتصف ديال الخلف والمنتصف ديال الامام. صافي كناخد القياسات ديالي، وضروري كنخلي 5 سنتيم ديال الصدايف. 5 سنتيم اللي خليتها في الاول فاش كنت كنفصل خليتها للصدايف. عندي قطعة ديال الثوب كتكون مطوية على 2. الجهة المسدودة هي اللي كتكون غنديرو فيها منتصف ديال الخلف، والجهة المفتوحة هي اللي كنحطو فيها الجهة المنتصف ديال الامام. صافي هنا العرض ديال الكول ديالي درت فيه 10 سنتيم. اختياري يمكن يكون اقل او اكثر. كنطلع ب1 سنتيم هكا.